غادرت ألمانيا حاملة اللقب في مناسبتين الدور الأول من منافسات كأس العالم للسيدات الجارية مناصفة بين أستراليا ونيوزيلندا، وكانت سيدات ألمانيا مطالبات بالفوز على كرواتيا الجنوبية في المباراة الختامية عن المجموعة الثامنة من أجل التأهل، لكنهن اكتفين بالتعادل بهدف لمثله في المركز الثالث في واحدة من أكبر مفاجآت بطولة كأس العالم 2023 للسيدات. غادرت ألمانيا حاملة اللقب في مناسبتين الدور الأول من منافسات كأس العالم للسيدات الجارية مناصفة بين أستراليا ونيوزيلندا، وكانت سيدات ألمانيا مطالبات بالفوز على كرواتيا الجنوبية في المباراة الختامية عن المجموعة الثامنة من أجل التأهل، لكنهن اكتفين بالتعادل بهدف لمثله في المركز الثالث في واحدة من أكبر مفاجآت بطولة كأس العالم 2023 للسيدات. غادرت ألمانيا حاملة اللقب في مناسبتين الدور الأول من منافسات كأس العالم للسيدات الجارية مناصفة بين أستراليا ونيوزيلندا، وكانت سيدات ألمانيا مطالبات بالفوز على كرواتيا الجنوبية في المباراة الختامية عن المجموعة الثامنة من أجل التأهل، لكنهن اكتفين بالتعادل بهدف لمثله في المركز الثالث في واحدة من أكبر مفاجآت بطولة كأس العالم 2023 للسيدات. غادرت ألمانيا حاملة اللقب في مناسبتين الدور الأول من منافسات كأس العالم للسيدات الجارية مناصفة بين أستراليا ونيوزيلندا، وكانت سيدات ألمانيا مطالبات بالفوز على كرواتيا الجنوبية في المباراة الختامية عن المجموعة الثامنة من أجل التأهل، لكنهن اكتفين بالتعادل بهدف لمثله في المركز الثالث في واحدة من أكبر مفاجآت بطولة كأس العالم 2023 للسيدات. غادرت ألمانيا حاملة اللقب في مناسبتين الدور الأول من منافسات كأس العالم للسيدات الجارية مناصفة بين أستراليا ونيوزيلندا، وكانت سيدات ألمانيا مطالبات بالفوز على كرواتيا الجنوبية في المباراة الختامية عن المجموعة الثامنة من أجل التأهل، لكنهن اكتفين بالتعادل بهدف لمثله في المركز الثالث في واحدة من أكبر مفاجآت بطولة كأس العالم 2023 للسيدات. غادرت ألمانيا حاملة اللقب في مناسبتين الدور الأول من منافسات كأس العالم للسيدات الجارية مناصفة بين أستراليا ونيوزيلندا، وكانت سيدات ألمانيا مطالبات بالفوز على كرواتيا الجنوبية في المباراة الختامية عن المجموعة الثامنة من أجل التأهل، لكنهن اكتفين بالتعادل بهدف لمثله في المركز الثالث في واحدة من أكبر مفاجآت بطولة كأس العالم 2023 للسيدات. غادرت ألمانيا حاملة اللقب في مناسبتين الدور الأول من منافسات كأس العالم للسيدات الجارية مناصفة بين أستراليا ونيوزيلندا، وكانت سيدات ألمانيا مطالبات بالفوز على كرواتيا الجنوبية في المباراة الختامية عن المجموعة الثامنة من أجل التأهل، لكنهن اكتفين بالتعادل بهدف لمثله في المركز الثالث في واحدة من أكبر مفاجآت بطولة كأس العالم 2023 للسيدات. غادرت ألمانيا حاملة اللقب في مناسبتين الدور الأول من منافسات كأس العالم للسيدات الجارية مناصفة بين أستراليا ونيوزيلندا، وكانت سيدات ألمانيا مطالبات بالفوز على كرواتيا الجنوبية في المباراة الختامية عن المجموعة الثامنة من أجل التأهل، لكنهن اكتفين بالتعادل بهدف لمثله في المركز الثالث في واحدة من أكبر مفاجآت بطولة كأس العالم 2023 للسيدات. غادرت ألمانيا حاملة اللقب في مناسبتين الدور الأول من منافسات كأس العالم للسيدات الجارية مناصفة بين أستراليا ونيوزيلندا، وكانت سيدات ألمانيا مطالبات بالفوز على كرواتيا الجنوبية في المباراة الختامية عن المجموعة الثامنة من أجل التأهل، لكنهن اكتفين بالتعادل بهدف لمثله في المركز الثالث في واحدة من أكبر مفاجآت بطولة كأس العالم 2023 للسيدات.
غادرت ألمانيا حاملة اللقب في مناسبتين الدور الأول من منافسات كأس العالم للسيدات الجارية مناصفة بين أستراليا ونيوزيلندا. وكانت سيدات ألمانيا مطالبات بالفوز على كرواتيا الجنوبية في المباراة الختامية عن المجموعة الثامنة من أجل التأهل، لكنهن اكتفين بالتعادل بهدف لمثله في المركز الثالث في واحدة من أكبر مفاجآت بطولة كأس العالم 2023 للسيدات.